الرسالة الإعلامية للمعهد التقني بابل جامعة الفرات الأوسط التقنية. اليوم لقاءنا مع رئيس قسم التقنيات الإلكترونية. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدنا لقاء مع سيادتكم تشرحون الامتحانات وطبيعة قسم الإلكترونيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكرك على هذا اللقاء. حقيقة أحب أوضح أن قسم الإلكترونيك وهذا القسم هو من الأقسام القديمة جدا، وأول دفعة كانت متخرجة في سنة 1980. هذا القسم يخرج طلاب كادر وصل باستطاعتهم أن يرفدون السوق المحلية والسوق بكثير من الأعمال. بالإضافة إلى هذا كنا نتمنى، وحقيقة أن هذا قبل أن أشرح وضع القسم، أتمنى أن تستفاد الدولة من هاي الكوادر اللي متخرجة من عندنا في الصناعات وفي كثير من المشاريع اللي ممكن يستفاد من هاي الطاقات المبدعة، لأن حقيقة حاليا المشاريع والصناعات متوقفة تماما. و يعني أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون الوضع الأمني أفضل حتى نقدر هاي الطلاب تتخرج من عندنا من كل معاهد أن يستفاد. بالنسبة لوضع الامتحانات، نعم، الوضع جيد وإذا يصير بصورة ممتازة، والحمد لله وضعنا خطة. وكانت الامتحانات بالأقسام فهسه حاليا 3 أقسام: قسم التقنيات الإلكترونية مع قسم القانونية مع قسم المكائن. حقيقة 3 أقسام للقوم بامتحان ومراقبين، والوضع ممتاز، واحنا كلنا مع الطالب. يعني كل الجهود الأخوة المراقبين الأساتذة والقسم واللجان الامتحانية كلها في خدمة الطالب، وحاولنا حتى تكون طبيعة الأسئلة وضح ما يتلائم مع الوضع اللي احنا نشوفه حاليا. شكرا جزيلا دكتور. كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور محمد حسين، رئيس قسم التقنيات الإلكترونية في المعهد التقني بابل جامعة الفرات الأوسط التقنية.